فيعني لازم يشوف له حته دواء لهذه المريضه، بس للاسف الاجزخانه مقفوله. اللي بالتونسي بتقولوا لها الصيدليه. الصيدليه والفارماسي. يعني الاحساس بالمغنى الشرقي والاحساس بالجمله العربيه الصادقه في الاغنيه العربيه ما بقتش موجوده. فيعني متهيألي ان الذوق هو اللي باظ. يعني باظ. مش باظ بتاع الفرقه، لا، باظ يعني بقى منيل ب60 نيله. مثلا يعني ناخد على سبيل المثال موجة الأغاني الشعبية. يعني دي قضية. ليه بقى؟ مثلا احنا في مصر في مطرب أحمد عدوية بيقول أغاني مثلا على سبيل المثال السح الدح تفوه. اشمعنى السح الدح يموه؟ يعني كلام ملوش أي معنى. برضه في أغنية تانية يقول فيها ست بسبست له بسبوسة بالسمن والسكر والعسل. يعني نفسي افهم دي اغنية ولا حتة يعني حلويات بتاع عيد يعني. فهذه قضية كبيرة يعني. دكتور محمد عبد الوهاب، هل هناك سؤال تود ان اطرحه وتجيب عنه؟ هيك بعدك وصلت جاوبتك واحد. جلول، مرحبا بك. وبيك سلسي. جلول جلس، اذا تقليد الاصوات اعتقد انه موهبة اولا، ثم هي من المهن الصعبة جدا. يسر. جلول، تعاملك مع الاصوات يعني باش تختار صوت تقلده، اول حاجه لازم ساعة الصوت يكون عنده شخصيه مميزه، شخصيه مميزه ونتاثر به الشخص هذاك باش نجم نقلد. انا محمد عبد الوهاب مثلا، فريد الأطرش، عبد الحليم، او من تونس سيد علي، او احمد حمزه، او محمد احمد، او يعني مطربين كل حد عنده شخصيه نتاعو مميزه.